هي تقريبًا حياتنا كلّها بتتلخّص في العلاقات. بس قبل ما أبدأ في العلاقات ويعني إيه علاقات والدنيا ماشية إزاي، هادّيكم بس كده إيه مقدمة صغيرة عشان نعرف دخلة العلاقات دي إيه اللي بيوقّعنا في الناس السامة من أول ما نبدأ، من قبل ما نعرف أصلًا يعني إيه علاقة. النَفْس عبارة عن جسد وروح، والجسد والروح اللي متجسدين في النَفْس بيسعوا طول الوقت إن هم يدوّروا على آآ إزاي أوصل للاستقرار والطمأنينة، إزاي أتجنب طول الوقت إن أنا ما أحسّش بالألم، وفي مقابل ده هيفضل يسعى ويبحث عن إزاي ما يحسّش بالألم، مش هيتقبّل فكرة الألم، بس اللي إحنا مش عارفينه إن الألم طالما إحنا اتخلقنا فإحنا بنتألم، طالما إحنا موجودين على وش الأرض ففي ألم، بس في نوعين من الألم. في ألم إحنا بنتولد بيه اللي هو الألم الفطري، زي مثلًا الطفل الصغير اللي هو بيطول، بيسنن، بيبدأ يمشي، في مثلًا الضغطة بتاعة الإيد زي طعنة سكينة، ده اسمه ألم فطري. في بقى آلام كَسْب، إحنا بقى بناخدها من برّه. آلام الكَسْب دي جاية لنا منين؟ جاية لنا من عدم قدرتنا على إن إحنا بنُشبع الحاجات بتاعتنا، إن إحنا اللي بنجيبه لنفسنا، بيبقى عندنا خوف، خوف من الفقد، خوف من إننا نبقى لوحدنا، فبنبدأ إن إحنا نخش في علاقات في سبيل إن إحنا نخفف على نفسنا الألم ده، ما هو طالما أنا عندي حاجة فهيبقى عندي ألم، وطالما هابني علاقة فما فيش علاقة بتتبني من غير حاجة، يبقى ده كده دخلة العلاقات بتاعتنا، أنا بابني علاقة مع شخص تاني ليه؟ أو مع غيري ليه؟ العلاقات ما بيننا وما بين بعض في البيت بتتعمل ليه؟ علشان أنا عندي حاجة. العلاقات أساسها تبادل المنفعة، الشراكة، إحنا الاتنين في بينا هات وخُد، وقت ما يحصل خُد من غير هات، هو ده بقى بداية موضوعنا النهارده. طيب، يبقى إحنا كده اتفقنا إن في تبادل منفعة، في شراكة ما بيننا إحنا الاتنين، حتى البيبي اللي لسه مولود في حاجة من عنده للأم، هو محتاج منها الأكل، محتاج منها شعور الأمان، هي محتاجة منه شعور الطمأنينة وشعور الأمان، يبقى برضه إيه، هات وخُد. إيه العلامات أو الخطوط الحمرا اللي أول لمّا أنا أشوفها في أي علاقة أقول stop، أنا مش هاكمّل في العلاقة دي، أنا لحد هنا وأنا صحتي راحت، مش هاكمّل بقى. أول حاجة إن العلاقات السامة بتقوم على التنازلات. يعني بنسميها كده إيه، علاقة مختلة، هتلاقي الميزان بتاعي مش ماشي على يعني زي ما هو، يعني في كَفّة طول الوقت بتبقى نازلة وفي كَفّة طول الوقت بتبقى طالعة، أنا عمّالة أقدّم تنازلات وأدّي وأصرف من صحّتي، يمكن الشخص ده يتعدل، يمكن بعد كده هيبقى كويس وهيتغيّر والدنيا تبقى تمام. بس للأسف إن أنا لمّا آجي أبُص من برّه بقى وأشوف الصورة الخارجية، هالاقي إن العلاقة دي من طرف واحد بس، فأول لمّا ألاقي في تنازلات من طرف في مقابل الطرف التاني، أنا بادّي ما باخُدش، أعرف إن أنا ماشية غلط. تاني حاجة هي علاقة كده كُلّها شَد وجذب، يعني دايمًا بنقول إحنا في العلاقات بنبقى داخلين العلاقة دي عشان نحس إن إحنا مرتاحين أو مبسوطين. فلمّا أنت تبقى قاعد في علاقة وأنت حاسس طول الوقت إن أنت مش على طبيعتك، وإن أنت مُطالب منّك إن تبقى حد غيرك عشان بس تخلّي المركب يمشي، الضغط ده بييجي منين بقى؟ بييجي من الشَك المُفرط أو الغيرة الزيادة عن اللزوم. كل حاجة في مستواها الطبيعي مقبولة، بمعنى أنا رُحت مكان وأنا والشخص اللي معايا ده، إحنا الاتنين قاعدين في قعدة وهو اتضايق مثلًا إن شخص معيّن سلِّم عليّا، دي اسمها غيرة، هاحترم ده وأروح أنا جاية قايلة له مثلًا ما تزعلش منّي مش هيتكرر تاني، لكن الشخص السام غيرته لأ، دي ما بتبقاش غيرة، ده بيبقى شَك، يعني بيبقى عارفين أنتم إحساس إيه، إن هو طول الوقت تحت التهديد والطبنجة في دماغه،
فإن ما أنا ما حاسبتش على كل كلمة وكل تصرُّف أنا باقوم بيه، لو ما اديتش مُبرر لكل تصرُّف أنا عملته، لأ، الدنيا هتقوم مش هتقعد. فأنا طول الوقت محطوطة تحت الضغط، طول الوقت مُطالب منّي إن أنا أبرر أنا عملت السلوك ده ليه، فالحياة نفسها مرهقة. يعني أنا بانهج دلوقتي وأنا باحكي لكم عليه، فما بالك بقى الشخص اللي عايش في علاقة زي دي. الأشخاص السامة بيبقى عندهم نمط مرتفع جدًا من السيطرة ومن التحكُّم. يعني عارفين اللي ما صدّق لقى عصفورة وحبسها في القفص، هو ده اللي بيحصل معاها. وده بيحصل بعد إيه؟ بعد البدايات المبهرة، اللي هو أنا بابقى بادئة العلاقة علاقة أسطورية، مثالية، يا بختها فلانة، ده متجوّزة جوازة هنا، ده جوزها بيحبها حُب، وأول ما يتقفل عليهم الباب بتشوف السواد اللي ما شافتهوش في حياتها قبل كده. أيًا كان نوع السواد اللي هتشوفه ده من تحكُّمات وسيطرة أو من إساءات وإهانات لفظية أو جسدية أو عنف أيًا كان هو إيه. ليه الشخص السام بيحب السيطرة والتحكُّم؟ أول لمّا هو بيحس إن هي في إيده، بيبدأ يدّيها إحساس بالامتلاك، يخلّيها مُعتمدة عليه اعتماد كلّي. هتحب تلجأ لحد، تلجأ لمين؟ تلجأ ليه هو الأول. عايزة أخرج؟ لا، لأ، ما تخرجيش من غيري. يعني إحنا حتى لو حد فيكم اتفرّج على مسلسل لام شمسية، ده ما كانش بيسيب مراته تروح للدكتور النفسي، ده كان بيحضر هو الجلسة وبيتكلم مكانها. فحابسها، بيعزلها عن أصحابها، بيعزلها عن كل شبكات الدعم اللي موجودة حواليها، بحيث لمّا هي تحس في يوم من الأيام إن عندها مشكلة، ما يبقاش عندها أي وسيلة من الوسائل اللي هي تخلّيها تلجأ لحد غيره هو. بيقفّل عليها الدنيا كلّها. إن الشخصيات دي مش بس بتنتقد، لأ دي بتكسّر، بيهِد في الشخص، سواء كان بيخبطه بقى في شكله، في شكل جسمه، في جوهره، أيًا كان هو بيعمل إيه، بس هو بيسعى طول الوقت إن هو ينتقد ويقلِّل، ومش بس يقلِّل، ده سخرية بقى. يعني أنتِ مثلًا إيه، جاي النهارده علشان خاطر أنا عندي مثلًا محاضرة، والله عندِك محاضرة؟ طَب يكش تنفعي فيها. ما هو أصل خلاص بقى سعادة السفيرة النهارده مش عارفة هتعمل إيه. تهكُّمات وسخرية من إنجازاتِك أو من طموحاتِك، يبدأ يخبّط في الحاجة الأساسية اللي عندِك دي، لحد ما أنتِ تدريجيًا تلاقي نفسِك سِبتِ الحاجة اللي بتعمليها في إيدِك، لمجرد إنِّك تريّحي دماغِك من الضغط بتاعه. تروحي قايلة إيه، طب وأنا أوجع دماغي ليه؟ طب ما أنا أريّح دماغي، ما هو فعلًا على فكرة عنده حق. وعنده حق دي هتيجي بقى من الأسباب، إيه اللي خلّاني كمّلت معاه. نقطة مهمة جدًا، و ودي بقى بتبقى الكور في أنماط الاضطرابات بتاعة الشخصية، وهي الألاعيب النفسية. إيه الألاعيب النفسية؟ اللي بياخدها الشخص السام في علاقته مع الضحية بتاعته، حاجة اسمها الgaslighting، اللي هي لعبة شُك في نفسك. أنا قاعدة شايفة موبايله وقريت الchat إن هو بيكلم حد غيري وشايفة ده بعيني، يقول لِك: "أنتِ مجنونة يا بنتي والّا إيه؟ هو أنتِ بيتهيأ لِك؟ لا، لا أنتِ شكلِك كده راحت منِّك، لا، لا بيتهيأ لِك، بيتهيأ لِك." طَب ده أنا شايفة بعيني اللي حصل. لا، لا ما فيش أي حاجة من الكلام ده حصل. فهو طول الوقت بيخلّيكِ في دوّامة إن أنتِ عمّالة تشُكّي في نَفْسِك وتفقدي السيطرة على إن يعني بيسموها إيه، بيسموها لعبة التلاعب بالعقول. أنتِ شايفة الحاجة بعينِك، سامعاها بودانِك، وهو بقدر الإمكان بيحاول يقنعِك بيها لحد ما أنتِ في الآخر هتقتنعي بيها. قلب الترابيزة. قلب الترابيزة ده يعني في ناس مُتقنة، فنانة كده، فنانة. الحوار هات وخُد. أنا باكلّمك يا سيدي في موضوع والدنيا جميلة وتمام وبتاع، وبعدين أول لمّا يبدأ الحوار يقلب عليه، يقول لِك أنا؟ ما هو أنتِ السبب، خاصةً بقى لو أمهات، يا سلام لو أمهات، يروح بقى جاي قايل لها إيه، ما أنتِ اللي أم مقصّرة، ما هو أنتِ لو كنتِ عملتِ اللي عليكِ ما كانش الواد حصل له اللي حصل. الواد ينزل الشارع، يتعوّر، هي اللي تشيل الليلة كلّها لوحدها. يشيل المسؤولية من عليه، يحمّلها على الطرف التاني. فالعلاقة اختلال فيها يا إما اعتمادية كاملة وعدم تحمُّل للمسؤولية،
بتبقى الكفة يعني اترخت على الآخر، يا إما سيطرة وتحكم لدرجة إن أنا مش قادرة أتنفس، مش عارفة أفتح باب القفص وأهرب. صمت العقاب، أنتِ فجأة كنتِ بتتكلمي معاه وقاعدين في أمان الله والدنيا تمام، وبعدين قفل كل منافذ الاتصال، الواتساب اتقفل، الموبايل اتقفل، ما بقاش فيه أي option إن أنتِ توصلي له. طب أنا حصل إيه؟ إيه اللي جرالي؟ عملت لك إيه؟ يا ابن الناس رد عليَّ، ما بيردش، يسيبك بقى أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، وقت ما مزاجه يسمح يروح فاتح يقول لِك أصل أنا كنت متضايق منِّك. يبقى ده من ضمن الأنماط اللي بتسمم العيشة اللي إحنا عايشينها. فإحنا بنلاقي نفسنا عايشين في دوامة من طول الوقت. أنا شخص بيرمي عليَّ لوم، شخص بيحسسني طول الوقت بالشعور بالذنب، ومش كده وبس، ده كمان بتحصل حاجة اسمها متلازمة ستوكهولم. في المتلازمة دي هو مؤذي، هو الشخص المؤذي وهو اللي تعبني، بيتحول لضحية. فأنتِ بعد ما يقلب عليكِ الترابيزة، وبعد ما يشككِك في عقلِك، وبعد ما يعمل كل ده، أنا مش هاتكلم معاكِ غير أمّا تصالحيني. فالدور والآية اتعكست، فخلاص أنتِ مش بس أنتِ الضحية، لأ ده أنتِ كمان اللي هتروحي تعتذري، وأنتِ اللي هتحسي بالذنب، وأنتِ اللي لازم يعني إيه تتوبي إلى الله عشان خاطر أنتِ ضايقتِ. إن العلاقات السامة علاقات فيها نوع من أنواع السيطرة والتحكم، علاقة إدمانية، علاقة بتقوم على التعلق المرضي اللي هو هيبقى إن شاء الله موضوع المحاضرة الجاية، لأن معظم حتى الأسباب خاصة بالتعلق المرضي. طيب في مقابل بقى ده أعرف إن أنا في علاقة صحية إزاي؟ كل الأنماط اللي أنا اتكلمت فيها ممكن حد يلاقي علامة أو 2 ويفضل بقى عايش جوه الدور، يا لهوي ده أنا جرالي اللي جرالي، ده أنا عايشة مع واحد توكسيك وحياتي كلها متسممة. لأ، هي مش القصة كده، هي الفكرة إن مدى استمرارية السلوك اللي أنا باقوم بيه أو الشخص ده بيمارسه عليَّ عدد مرات وقد إيه، يا ترى حياتي كلها كده والّا هو مرة أو 2 الموضوع يعني إيه فلت مننا فبقى الموضوع بالنسبة لي ضاغط على نفسيتي. هل الشخص اللي قدامي ده عنده قابلية إن هو يتغيّر وبيسمعني، وجيت قُلت له إن أنت حصل منّك كذا فأنا زعلانة إن أنت عملت معايا كده فغيّر من نَفْسه والدنيا تمام. في مقابل ده بقى لو أنا محتاجة أبني علاقة صحية، أول حاجة هنتكلم فيها احترام متبادل. أي علاقة فيها إساءة أيًا كان لفظية أو جسدية دي علاقة سامة، ما مش هندّي أعذار لحد بيمد إيده على حد. في احترام متبادل، في ثقة كاملة عشان خاطر نكسر دايرة الشك. أنت بتشُك فيّا ليه؟ يعني في نوع من الخصوصية، تمام، أنا ما عنديش مشكلة. مش الخصوصية معناها إن أنت تحُط password للتليفون أو هي تحُط password لأ، الخصوصية معناها إن التليفون يبقى من غير password، بس في نفس الوقت أنا ما باجيش ناحية التليفون بتاعه من غير إذنه، أو هو ما بيجيش ناحية التليفون بتاعي من غير إذني. هي دي معناها الخصوصية. علاقة قايمة على الحرية، أنت ليك مساحة خاصة بيك، وأنا ليّا مساحة خاصة بيّا. أنا مش هاجبرك على إن أنت تفضل معايا طول الوقت، أنت مش بتاعي، أنت مش ملكي، وأنا نفس الوقت مش كده. فإحنا المساحة المتبادلة ما بيننا إحنا الاتنين ما حدش فينا بيتعداها، ده هيريح الطرفين. طبعًا بقى ناهيك عن المشاركة، ليه؟ لإن إحنا قُلنا إن من ضمن الأنماط إن ممكن يبقى حد راخي إيده على الآخر، واحد شايل الليلة كلها على دماغه، فلازم يبقى في نوع من أنواع التوازن. ملخص ده كله العلاقات السامة بتبقى عاملة زي ما إحنا نكون ماشيين على قشر بيض، على إزاز، خايفين نتعور، واخدين بالنا من كل كلمة بتتقال وإيه اللي حصل وإيه اللي ما حصلش، إحنا مرعوبين من كل رد فعل مننا لا يتعب الطرف التاني. زي إحساس أنا داخل الامتحان وعارف إن أنا هاسقط يعني هاسقط، هو ده ملخص العلاقات السامة.